السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو أقوى 10 صفقات تمت رسميا موسم 2023 تحضيرا لموسم 2024 في الجزء 11 بعد أن قدمنا لكم 10 أجزاء سابقة في هذه القناة. لكن قبل البدء اشترك بالقناة زائد تفعيل جرس التنبيه زائد لايك للفيديو. تابع المشاهدة عزيزي المشاهد. أولى الصفقات في هذا الفيديو اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز إلى نادي ساو باولو البرازيلي قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني. ثانيا اللاعب فرانشيسكو إيسكو لاعب المنتخب الإسباني إلى نادي ريال بيتيس في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نادي إشبيليا الإسباني، لينتقل رسميا إلى نادي ريال بيتيس بصفقة مجانية لموسم واحد مع خيار التجديد. ثالثا يعلن نادي برايتون الإنجليزي بالتعاقد مع الحارس الهولندي بارت فرايبيرجون قادما من نادي أندرلخت البلجيكي مقابل 20 مليون يورو وبعقد ساري حتى موسم 2028. ورابعا أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي كويلنز قادما من نادي ويلفرهامبتون الإنجليزي مقابل 23 مليون باوند كأغلى صفقة في تاريخ النادي برينتفورد. خامسا أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني بالتعاقد مع الصانع الألعاب فيليكس نيميتشا قادما من نادي فولسبورج الألماني مقابل 30 مليون باوند. سادسا أعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط نوح أوكافور قادما من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 15 مليون يورو حتى موسم 2028 ساري عقد اللاعب مع النادي الإيطالي. سابعا يعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المهاجم النرويجي راسموس هويلاند قادما من نادي أتلانتا الإيطالي مقابل 75 مليون يورو زائد 10 ملايين يورو كإضافات للنادي واللاعب، وعقد اللاعب حتى موسم 2028 برفقة النادي الإنجليزي. ثامنا يعلن نادي الاتحاد السعودي التابع إلى صندوق الاستثمارات السعودي بالتعاقد مع لاعب خط الارتكاز البرازيلي اللاعب فابينيو مقابل 40 مليون باوند لنادي ليفربول الإنجليزي، وعقد اللاعب ساري مع نادي الاتحاد السعودي حتى موسم 2026. تاسعا يعلن نادي النصر السعودي بالتعاقد مع الجناح السنغالي اللاعب ساديو ماني مقابل 40 مليون يورو قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني وبعقد حتى موسم 2026، وسيحمل اللاعب السنغالي الرقم 10 بالفريق. عاشرا وأخيرا نادي مانشستر سيتي يعلن بالتعاقد مع المدافع الكرواتي اللاعب غافارديولا قادما من نادي لايبزيغ الألماني مقابل 90 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ للمدافعين وبعقد حتى موسم 2028.